السلام عليكم. شفت حبايبي؟ طلع احلى دولسي من مكونات في البيت وبسيطة وصحية، ما فيهاش اي مواد حافظة ولا سكر ولا اي حاجة. كل اللي انا عملته ان انا بوشت بلح مع لبن وقمر دين متبوش ومعلقة كريم شانتيه وطبعا كاكاو خام. عملت نص ابيض ونص بالكاكاو وطلع بالجمال ده والطعم وهم. بصراحة حاجة نظيفة وحاجة حلوة وحاجة في البيت. احنا طبعا في الحارة محتاجين حاجة ترطب كده وتنعش، فبنعمل اي حاجة من بيتنا بدون تكاليف وبدون مواد حافظة وبدون سكر يتعب. انا قناة بدون مونتاج، اللي بعمله بنزله. لو عجبكم الفيديو متنسوش تتابعوني وتعملوا اشتراك وتعليق حلو كده عشان يوصلكوا كل جديد، ونتقابل في فيديو تاني ان شاء الله. انا بنزل فيديو كل يوم، يا ريت تتابعوني عشان يوصلكوا كل جديد. السلام عليكم. السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا هعمل معاكم النهارده فيديو حلو قوي بمناسبة الحر اللي احنا فيه. انا معايا هنا 3 موزات كبار، ومعايا هنا معلقة كريم شانتيه كبيرة، ومعايا هنا بلح ولبن مبوشاهم من بدري، ومعايا هنا كاكاو خام. هبدأ ان انا احط الموز في الخلاط، نحط عليه البلح واللبن، واحط الكريم شانتيه. بعد كده اشغل عليهم الخلاط، احط للخليط كده شويه لبن عشان الخلاط مش عايز يشتغل، بس مش كتير عشان يبقى متماسك. كده انا عملت الخليط زي ما انتوا شايفين كده في الخلاط. احط نصه في اي علبه عندي بس كده، والنص التاني احط عليه بقى الكاكاو الخام واشغل عليه تاني. كده بقى خلصت اللي هو بالشوكولاته، اصبه في علبه. يبقى انا كده عندي عصير ساده وعصير بالشوكولاته. طبعا هروح احطهم في الفريزر لغايه ما يجمد، ارجع لكم تاني. اهو ده الساده وده اللي بالشوكولاته. حطينا واحدتين عنب كده عشان تزوق الدنيا وتخلي شكله جميل.